وعند الله تجتمع الخصوم. تتنوع الخصومات بين يدي الله يوم القيامة بحسب تنوع المظالم في الدنيا، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء التي أصبحت اليوم هينة، أصبحت اليوم تسيح في أوساط الأمة بغزارة، أصبحت اليوم تنزف لأتفه الأسباب. ويا لشدة الهول إذا جاء المقتول يوم القيامة قد أخذ رأسه بإحدى يديه وأوداجه تشخب دما، وقد أمسك القاتل باليد الأخرى، والقاتل منهار القوى يقوده المقتول ولا يملك أن يتخلف، وليس له أن يتخلف حتى يدنيه من العرش. فيقول المقتول يا رب سل عبدك هذا فيما قتلني، فيقول الله للقاتل لما قتلته، فيقول قتلته لتكون العزة لفلان، فيقول الله له ليست له تعست، ويؤخذ به إلى النار. فالويل لمن قتل فردا من أفراد المسلمين، فكيف يصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ والويل لمن أفنى شعوبا وأمما من أجل مناصب دنيوية. كم من الخصوم سيقابلونهم يوم لقاء الله عز وجل. صح أن الحسن بن علي رضي الله عنه لما تنازل عن الخلافة لامه بعض القوم فقال إني أخشى أن يأتي يوم القيامة 70,000 أو 80,000 أو أقل أو أكثر، وأوداجهم تشخب دما، كلهم يستعدي علي الله فيما أهريق دمه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه إن من القتلة من يقتل يوم القيامة 1000 قتله بعدد ما قتل. فيا لحسرة هؤلاء الظلمة إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل فجاء المقتولون يخاصمونهم بين يدي الله. وإن من المقتولين إن ممن قتل ظلما وعدوانا من يأتي يوم القيامة يخاصم فئاما من الناس وربما مجتمعا لأنه شارك في قتله ولو بالرضا. فالحذر الحذر عباد الله.